السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل يوم الأحد 3 جمادى الأولى سنة 1444 هجرية، الموافق 27 نوفمبر 2022، بعنوان أعظم رزق من الله هو معرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أعظم رزق من الله فعلا يكرمك به الله عز وجل هو إنك تعرف الحق وتتبعه، وتعرف الباطل وتجتنبه. لأن في ناس عارفة الحق بس ما تتبعوش، وعارفين الباطل بس مش بيجتنبوه. فأعظم رزق هو ده. ولذلك سبحان الله تلاقي في نفس الأسرة بنتين، واحدة نازلة، يعني هما الاتنين نازلين يعني واقفين، واحدة بقى واقفة قدام المراية عمالة تنكش شعرها وتشوف فتحة صدرها والعياذ بالله وتكشف عوراتها، واختها التانية في نفس جنبها في مراية تانية عمالة اوعى شعرتين 3 يكونوا طالعين كده من تحت من تحت الطرحة، والحمد لله العباية واسعة. سبحان الله، ادي متبرجة ودي محجبة. ناس مؤيدين للباطل ومؤيدين للظلم، وقاعدين كمان فرحانين وبيغنوا تسلم الايادي واخترناك وهنمشي وراك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وناس بيتبعوا العمم على رمم ورؤوس على تيوس من اللي عاملين نفسهم مشايخ زي حزب الزور والمداخلة والجامية الله ينتقم منهم يا رب. وناس بتتبع وسائل الإعلام ويصدقوا البهايم الكذابين اللي بيقولوا الكذب كله. والله أنا لا أطيق أن أنظر إليهم رب الكعبة، سبحانك يا ربي. يعني لما تشوف المصايب دي ده ابتلاء وامتحان. فلما تشوف المصايب والبلاوي دي كلها تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اللي يقول كده لم يصبه ذلك البلاء. ده حديث رواه الترمذي والبزار والطبراني، ان دول اهل بلاء والعياذ بالله، فربنا يعافينا من هذا البلاء يا رب. طيب، موضوع الرزق ده اللي هو ربنا يبينه لنا ويكرمنا بيه، ناخد الموضوع من اوله. انت زي ما انت عارفين طبعا احنا بنحب نأصل المسائل. الله تبارك وتعالى خالق، قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. الخالق عز وجل يرزق عباده اللي خلقهم. علشان كده قال في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل. فالله بيرزقنا تبارك وتعالى، وقال لنا في سورة الذاريات أيضا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيعني الله عز وجل خلق فبيرزق. طب غير الله يرزق؟ لا طبعا، يعني مش محتاجين نأكدها، بس يعني سورة الملك: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وفي سورة فاطر ربنا بيقول لنا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ومعلوم طبعا إن الرزق اللي ربنا بيرزقنا بيه ده إذا ربنا وسع علينا أو ضيق علينا ده ابتلاء من الله. سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه برضه بص ابتلاءه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس كل من أعطاه الله الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وسع عليه العزيز المكرم، ولا كل من ابتلاه الله بالتضييق في الرزق مهان وذليل. طيب إذا كنا بنتكلم عن الرزق بقى، إيه أنواع الرزق اللي ربنا بيكرمنا بيها؟ رب الله والله أنواع كبيرة جدا جدا جدا.
يعني مثلا في سورة النحل الله تبارك وتعالى يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يعني أنا بشتغل عندك وانت بتديني المرتب، احنا الاتنين على الله عز وجل. يعني مش ربنا مثلا يعني خلاني بشتغل عندك انت اللي بترزقني، لا. فما الذين فضلوا براد رزقهم على يعني كده على ما ملكت ايمانهم، احنا الاتنين فهم فيه سواء. وطبعا يعني مش موضوعي بس بسرعه، يعني رزق الله عز وجل مثلا يرزقك بالمال، الزوجه الصالحه، الاولاد الصالحين، البنات الصالحات، الجار الصالح، يرزقك بالعلم، يرزقك بسياره، يرزقك بسكن، يعني وظيفه. كل دي يعني رزق من الله تبارك وتعالى ونعم من الله علينا. وربنا قال لنا في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأكدها في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. موضوعي بقى في الرزق إيه؟ أعظم رزق ربنا يكرمك بيه اتباع الحق، إنك ترى الحق حقا وتتبعه، وتبص على الباطل كده يا رب يوم يقول لك ده باطل اجتنبه. ولذلك الدعاء الجميل اللهم أرنا، بص أرنا الحق حقا. طب ما هو الحق اهو الناس مش هتتبعه، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحديث عزاه البعض إلى سيدنا عمر إن هو قاله يعني، وكان سيدنا ابن كثير في تفسيره لما بيقول كان الناس أمة واحدة جاب الدعاء المأثور ده. فسبحان الله، شوف يعني ان يا رب وريني الحق، اهو ده اكبر رزق، والله اكبر رزق من الله سبحانه وتعالى يكرم به عباده. ولذلك احنا في فاتحة الكتاب وبنقراها كل يوم 17 مرة في الصلاة اهو، بنقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني رب وضح لنا الصراط المستقيم وكرمنا بيه وثبتنا عليه، ثبتنا على هذا الصراط المستقيم. الحديث كذلك اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. والحديث الآخر في صحيح مسلم برضه حديث قدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني، اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني أن أنا أهديكم إلى الحق وابعدكم عن الضلال. ده معنى قول الله عز وجل الميزان اللي بتوزن بيه. إذا أعطاك الله الميزان الحق هتوزن بحق، طبعا ما وزنتش بحق هتوزن بباطل. الله في سورة الرحمن يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ميزان إيه؟ في ميزان مادي توزن بيه الرز والسكر والمكرونة ده الميزان اللي هو، وده سيدنا شعيب نازل لكده ويل للمطففين، سورة المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اديني حقي ده لسه ما. طب وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله يا أخي أنت كنت بتطالب بحقك، طب ما تدي الناس حقها. فده الميزان أهو اللي ربنا قال عليه عز وجل في سورة الإسراء وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وسيدنا شعيب اللي كان رسول إلى مدين برضو أمرهم بنفس الأمر ده، هو أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، سورة هود. لكن اللي أنا بتكلم عنه النهاردة ده ميزان معنوي، ده ميزان الحق، ميزان المؤمن اللي بيوزن بيه بالحق زي ما بنوزن بالحق وبالقسط وبالعدل في ميزان الدنيا الرز والسكر، لا، في ميزان الحق هنا. الله تبارك وتعالى في سورة الحديد يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان، الوحي وادي الميزان اللي هنوزن بيه اهو، ليقوم الناس بالقسط.
وفي سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. لكن حق وإيه وميزان، ميزان عشان نوزن بيه، ميزان الله عز وجل، ميزان الحق. يعني مثلا في سورة آل عمران الله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إمتى؟ إن كنتم مؤمنين. سورة الحجرات الله تبارك وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عند الله، لكن عند الناس أغنياكم اللي معاها سلطة اللي كذا وكذا. دي موازين حق بنوزن بيها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة كده كان مع الصحابة يعني، ومر رجل يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسألهم بيقول لهم ما تقولون في هذا الرجل ده يعني؟ قالوا ده حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع إن شفع في واحد يعني يشفع، وإن قال أن يسمع. سكت النبي شوية كده، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب ألا ينكح ما نجوزوش ده يعني، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ما حدش هيسمع له ده يعني. فقال صلى الله عليه وسلم هذا اللي انتم بتقولوا عليه التاني ده يعني خير من ملء الأرض مثل هذا اللي انتم قلتوا عليه. ده حديث في صحيح البخاري. فدي الموازين الحق، ده ميزان الله عز وجل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ إنه لا يأتي الرجل السمين يوم القيامة، السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا يعني إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ده حديث برضه في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول رب أشعث يعني شعره منكوش كده مدفوع بالأبواب، يا عم ابعد لو أقسم على الله لأبره. ده بميزان مين؟ بميزان الله تبارك وتعالى. دي موازين الحق اللي ربنا أمرنا ان احنا نحكم بيها في الدنيا، واللي ربنا هيقيمها في الآخرة. بص بقى الموازين الحق في الآخرة بقى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سورة الأنبياء. والله تبارك وتعالى يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. الوزن ميزان الله اللي هنوزن بيه. خلي بالك اللي هيتوزن بيه أعمالنا الله تبارك وتعالى في الآخرة. فمن ثقلت موازينه اللي زادت حسناته على السيئات يعني فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه زادت سيئاته على الحسنات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. دي موازين الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى هيوزن بيها في الآخرة. فخلي بالك الموضوع خطير. شوف أواخر سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. مين دول؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، كانوا بيوزنوا بموازين غلط، كانوا بيوزنوا بموازين غلط، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. أيدوا الكفار، أيدوا الظلمة، وهم يحسبون ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا هتوزن فيه ايه ده؟ الله على جهنم على طول. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وآية دي في سورة أواخر الكهف دي. شوف سورة المؤمنون في الآخر فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه بميزان مين؟ بميزان الله، زادت الحسنات على السيئات فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. عارف كالحون يعني ايه؟ يعني طلعت الشفة دي للحاجب ده وطلعت دي لغاية أسفل الدقن والعياذ بالله، منظر يقرف يعني. ده معنى قول الله وهم فيها كالحون. وسيدنا عمر بن الخطاب بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لأن والله المصيبة كبيرة كبيرة. تخيل لو واحد في الدنيا هنا أعمى مش ما هو بلايند يعني عينه لما بيشوفش، لا، أعمى عن الحق، أعمى عن الحق، بعيد عن الحق. شوف مصيبته ده في الآخرة في سورة الإسراء. ربنا يقول إيه؟ ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق مش عارف
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، والعياذ بالله يا ستير يا رب. لأن الله في سورة الحج يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بيوزن بميزان باطل والعياذ بالله، لكن نظره 6/6، يبقى ده قيمته ايه ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف ربك في سورة هود بيقول ايه؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. فرعون وملئه، ايه بقى فرعون وملئه دول؟ سورة القصص إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فاتبعوا أمر فرعون. ما تتبعوا أمر الله عز وجل، ميزان الحق اتبعوا أمر الله، لا، فاتبعوا أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، بئس ما يقدم لهم، جهنم يعني والعياذ بالله. فخلي بالك انت مع مين؟ مع الحق ولا مع الباطل؟ بتوزن بميزان الله ولا بتوزن بميزان الباطل؟ يجي واحد يقول لي طيب يعني ليه ربنا بقى مثلا بيضل الناس بقى اللي هي فيها ضلال دي؟ يعني ربنا بيضلهم ليه وما بيرزقهمش بالحق ليه؟ ما احنا بنقول اللهم أرنا الحق حقا وايه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ليه ربنا بقى بيضل دول؟ لأن الله يقول في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا رب ثبتنا يا رب، ويضل الله الظالمين. ويضل الله ايه؟ الظالمين، يضلهم، يقوم ما يدهمش الرزق ده، رزق معرفة الحق واتباعه، لا ما يدلهمش ده. ليه؟ لأنهم ظالمون. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كذلك في سورة مريم يقول الله تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة هنا في الدنيا فليمدد له الرحمن مدا. اوعى تقول ربنا سايبهم ليه، ممكن تطلعك بره الدين الكلمة دي، ربنا ما بيسيبش، ان الله يمهل ولا يهمل. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. شفت ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فعشان كده الآية هي بتقول فليمدد له الرحمن مدا. ليه؟ لأن الله في نفس سورة مريم بيقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نعد لهم عدا، ولما يجي وقته خلاص يأخذه الله أخذ عزيز المقتدر. فالله عز وجل يعني بيضل الظالمين المجرمين الكفرة اللي بيعبدوا غير الله عز وجل، دي كل موازينهم باطل. شوف ربك بقى في سورة الأعراف يقول ايه، آية قوية جدا والله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، بص، يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية، ربنا بيوريهم اهو، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد الحق اهو لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم ايه؟ كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة. دي سورة الأعراف. والله عز وجل في سورة القصص بيقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه، المفروض الله، لا هواه، أنا ما ماشي بهواه كده بمزاجه، ده ميزان الباطل ده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، يستاهل على علم، إما أن الله يعلم أن ده يستحق الضلال أو على علم، مع دكتوراه في اللاهوت مع دكتوراه في أن ربنا أب ابن الروح القدس، لا إله إلا الله، وأضله الله على علم، دكتوراه في الفلسفة. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك
فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.